خالص. ايه انا كل ما خالص اجيب والله. سيره الاهلي عينك بتقلب. ما هو انت ليه تجيب سيره الاهلي؟ اتفضل. اتفضل يا عم. مسخن لك. بتسخني ان احنا نلعب. طبعا دي مش الحلقه الوحيده اللي مش محتاجين نقول هنقول ايه، هنقول ايه فيها صح؟ ليه بقى؟ عشان الالوان. الوان واضحه. بس حلو التيشيرت ده. فينتج. يا عم انت فينتج دي مثبتها، اي حاجه قديمه فينتج. ده مش فينتج، ده 2002، ده قريب يا ابني بالنسبه لي فينتج 2002 ده كان عندي 4 سنين. لهوي. انت فينتج بالنسبه لي. انا ايوه صح. ايه بقى التيشيرت الفل الوحش اللي انت عامله ده بقى؟ تيشيرت برشلونه الجديد. سيبك من معمول امتى. امال ايه فل ليه وحش ليه؟ نخسر فيوز بقى، نخسر ارقام، مين؟ نخسر صحابنا. احنا ايوه لا يا عم لا لا ايه؟ معانا مدرب الماني دلوقتي هيفك الدنيا عليه. والله العظيم 3 انتوا تقلقش. بتفقروا الناس. تقلقش والله السيزون طب ده انا عايز غير. افهم حاجه. ايه؟ انتوا تشافي ده راح مرن في قطر، شفتوا ايه بقى؟ يعني انا بحب قطر، بس هل من المنطقي ان واحد مرن في قطر فنجيبه يمرن برشلونه؟ لا مش منطقي خالص. طب لابس تيشيرت ليه؟ ما هو خلاص مشي. الله. فرقه عره. اهلا بيكم في حلقه جديده من بودكاست ومين سمع. أه، لا مع بعض دي كانت نط. حلوه لا، قوي. لا. دي كانت حلوه. خلاص يلا. لا خلاص انا قلت خلصت. انت غريب جدا. قول. خلاص تنافس، يلا تنافس. لا يا عم احنا كل حلقه بقى تطلع لي في تعريض جديده. ماشي مش هطلع لك في المقدر خلاص. آه. اهلا بيكم في حلقه جديده من بودكاست ومين سمعك. وحلقه النهارده معروف جدا عن ايه يا استاذ اسلام؟ عن كرة القدم. الساحره المستديره. دي العشق دي. تحب انت الكوره هتجنن بجد والله العظيم 3. ليه اقسم بالله لو حد كلمني في اي لحظه تعالى العب كوره بروح بجد والله بص لو عندي مفيش- كسر مضاعف قاعد في المستشفى معلقين لي محاليل في ساعه كوره من 10 ل 11. طب هساعد الدكتور واجي. ما تكبرش انت خالص لا يمكن. في الكوره، انت عيل صغير. حتى وهو بيلعب يا اسطى عيل صغير تعصب فعلا. وبتاع نبقى بنلعب عادي واضيع كوره عادي اعطاها وانت ترجع ورا وما تلعبش. امسك الناس ولا لا. امسك الناس ما تقول اساميهم كلنا عارفينهم. ايوه عامل فيها بلعب 11. امسك الناس. عارف انت بتلعب ما يقولكش اسامي فعلا، يقول لك امسك اصفر امسك. ايوه 10 لا خد بالك من 10. وبعدين انت لابس تيشيرت برشلونه يقول لك احمر ازرق يعني مش عارفين. هب برشلونه ده. ايوه برشلونه ده. برشلونه وراك. في عيال بقى ايه طلع عليها اسامي من تيشيرتاتها. يعني كنتاكي كوميديان طلع عليه الاسم ده ليه؟ كان تيشيرت الزمالك عليه كنتاكي. في واحد صاحبنا اسمه كوستا كان معاه تيشيرت مكتوب عليه من ورا كوستا. هو لا يعرف التيشيرت ده بتاع مين ولا مين كوستا، يعني اني كوستا يعني دياجو ولا ارماندو ولا فاهم اني كوستا في الكوستات. فبقى كوستا. حلو قوي الاسامي اللي بتتسمى يعني كان نفسي زمان تسمى على اسم لعيب كوره. طب ايه بقى كان نفسك يبقى اسمك ايه؟ مش عارف. ارماندو امين. لا انا كنت ليفاندوفسكي لحد ما كنت بلعب كوره. ليفاندوفسكي. كنت امينوفسكي بلعب مهاجم. ده خطير جدا في العبط. ده مرعب. لا بجد والله. لاعب صغير يا اسطى اسمه ميسي مثلا. ده انا بقى انت دخلت في لب الموضوع وكده بقى. ايه انا اكره بقى قصه انه نسميه ميسي. يعني ميسي تحديدا. يعني في كام واحد بعديه بس ميسي يعني أيوة. رقم واحد في القصه دي. ايوه انت ما تسمي واحد ميسي. طب ما حرام والله. ايوه والله حرام. فاكر امير سعيد قاعد يقول لك ميسي العرب ميسي ضرب الجزائر. جزاء. راح واقع ومش ضرب جزاء عادي مش عارف. مانوش زي عمل بره زي ماجد الكدواني. لا بس والله رايك في قصه تسميه اللعيبه باسامي لعيبه من بره؟ لا دي وحشه قوي. دي تقليعه صعبه قوي. وحشه قوي. اسمه نيمار وعنده صلع. طب وبعدين اسمه خليل. بص لي الصوره البصريه. يعني خليل نيمار ليه خليل خلاص خليل خله يعني. انما خليل نيمار ايه نيمار دي غريبه قوي. صح معاك حق. احمد عادل ميسي ليه؟ احمد عادل ميسي ليه خطير. احمد عادل ودنه معروفه طول عمرها. احمد عادل ودنه ماشي. احمد عادل ميسي. احمد عادل عبد المنعم. احمد عادل عبد المنعم مثلا عاديه اهي. مثلا احمد عادل ميسي. في بقى اللي هو الاسم نفسه مش مشهور. زي اسمه حسام عبد المجيد ماتب. باشا ماتب نفسه اصلا. بيشتم عادي. ماتب نفسه ممكن يقول انا ميسي العرب عادي يعني. والله بجد يسمي نفسه باسم لعيب اصلا هو مش جامد. انت عارف ان ماتب ده كاميروني؟ اه لعيب ما رضيش يروح معاهم افريقيا بيدوش فلوس.
مش على كده، ما اعرفش ما راحش ليه، كان بيلعب مع ليفربول ما راحش، وفي الاخر هم اللي خدوا البطوله. كانت ولا اي حاجه ولا فرق عادي. والله. ليه؟ انا شايفها هو اوروبي يا عم، مش في كاميروني. دماغه. ايوه ماشي، كاميروني الاصل والمنشأ واللون طبعا، انا فاهم والجنسية. القصه دي والجنسيه وكل شيء، بس هو أيوة. عايش في اوروبا فاصلا مش فارق له، يعني الناس فاكره ان هو ما راحش بقى وانت انت لما كان عمر مرموش دلوقتي تروح إيه؟ المنتخب عادي. ما اروح يا عم، صلاح بيجي. ما الراجل بيجي اصلا دي، يعني صلاح لو جه وما لقاش مرموش، ايه يا جدعان انتوا بتصغرونا؟ طب ما انا بقالي سنين بره الله. طب شفت مش عايز يجيب سام مرسي، لا دي ده مش عارف يتكلم معاه. والله بيقول لك مش عارف تتكلم معايا، ايه العبط ده يا عم، احنا نهزر. لا يا كابتن حسام، ما اي دونت مش عارف. اندرستاند هيم يعني. مش عارف يقولها. بقول لك ايه، يعني ليه رفني بقى وفي نص بتاعه يقول لي مش فاهم يقعد يقول لي باص لا. بصراحه هو متحامل عليه قوي. ده غريب قوي، خطير غريب واد قوي، خطير، شايل فرقته. وفرقه حلوه ماشيه حلو. اسمهم ايه؟ ستويتش. ابسويتش تاون. انت اسلام لسه بتتابع الدوري الاسباني؟ الدوري الاسباني بتابع برشلونه، يعني بتابع الدوري الانجليزي كدوري انجليزي. اه. بتفرج على الماتشات. انا حاسس يعني اي حد السبت الممتاز ده عندي، لا انا بقول لك سبت ممتاز. حاسس اي حد بيحب الكوره لازم يوم السبت ده يوم لا يوم لا، معسكر. يوم بيبقى يوم جميل يعني. انا بحب يوم السبت، يوم اللي بحسه عيد مش للدرجه دي. والله. اسمع مني، اصل ما هقول لك ليه. طب اسمعني ماشي كمل ماشي. ليه بقى؟ لان انا للاسف اللي باين لي دلوقتي حتى الدوريات الاوروبيه ما عادش في حاجه غير الدوري الانجليزي. ايوه. فانا عشان اشوف كوره كواليتي، حاجه بنت ناس كده فيها تنافس، وانا مش فاهم يعني، مش داخل الماتش مش فاهم مين اللي هيكسب، ما هو ما عادش فيه غير الدوري الانجليزي. ايوه بس دوري الابطال شويه برضو. انت عاجبك العبط اللي بيحصل؟ انا مش فاهم مين بيلاعب مين شختار كان من كام يوم بيلاعب سيسكا موسكو، مين دول؟ ايوه فين دوري الابطال؟ النظام الجديد اللي عاملينه ده غريب قوي. انت فاهمه ممكن تشرحه لي؟ مش فاهم حاجه. هم 32 فرقه. حلو ماشي، مجموعه واحده. حلو. بس احنا مش كلنا بنلعب بعض، مجموعات جوه ال 32 فرقه. دي دوره رمضانيه؟ لا امال ليه كده؟ ما اعرفش، انا اقول لك عشان السوبر ليج ما بوظها، مش عمل حاجه السوبر حلوة. ليج ده لازم يتعمل، ده لازم يتعمل فعلا، ده لازم يتعمل. ده بصراحه ده لازم يتعمل يعني بامانه لازم يتعمل. بس في بقى اخطر منه، فكك بقى من الهبل اللي احنا فيه ده. كاس العالم انديه مش عاجبك انت؟ عادي بيجي يعني. كده بيضايقك. مش قوي تعرف يعني. برشلونه مش هتلعب فيه؟ ما انا عارف، عشان كده مش مهتم. الاهلي كارف. الاهلي هيلعب فيها. برشلونه مش هيلعب. لا والله مبسوط انت بالموضوع ده؟ مبسوط جدا. ليه؟ ليه؟ محفل دولي. محفل. كفايه محفله بقى، تعبتونا والله. انت بما يرضي الله قول كلمه حق. الحق. ايه رايك في الاهلي؟ كايه يعني كايه؟ كرقاصه؟ كفرقه كوره يعني؟ كايه؟ كنادي؟ كفرقه كوره ولا كنادي ولا كنادي؟ كفرقه كوره. انت بتلا متحامل تحامل غير عادي. كفرقه كوره عاديه والله، عادي. لا مش قصدي مش كواليتي لعيبه وهنقعد نرصهم ويقول لك ايه رايك في يعني؟ اللي الاهلي عامله ده؟ ايه اللي الاهلي عامله يا ابن ايه اللي الاهلي عامله؟ طفره. شعبيتك يا اسلام. ايه قصه شعبيتك يا عم؟ ما هو لسه ايه؟ ما كونهاش. أيوة، لسه ما كونهاش. ايوه براحتك. واضح كده مش هكونها باللي انا بعمله. باشا لحظه بس. افريقيا اللي بتتاخد مسح زور دي عادي؟ عادي، عشان دي مش كوره، اللي في افريقيا دي مش كوره. انا معاك، بس هو الاهلي متسيد ماشي، ما انت متسيد ايه؟ متسيد فرق مش موجوده، ايه اللي يعني ايه؟ مش كوره بس يعني هو استاذ عبده، اسمح لي بالرد، انا راجل اهلاوي قاعد هنا دلوقتي. يعني ايه يعني؟ ما عنديش حاجه اقولها. ماشي هنخش القصه دي بالتفصيل. اسلام الكوره بتمثل لك ايه؟ كوره الله، كوره حلوه قوي في حياتي. مش لاقي حاجه تقولها؟ انت شكلك مش كروي. لا كروي. لا والله شكلك مش كروي، يا اما كروي. لا انت اللي كروي. انا كروي ايوه. لا انا ما بقتش مهتم قوي زي زمان بصراحه. بالكوره عموما يعني. ده فقدان شغف. فشخ. وانا بصراحه تخيل يعني الاول كنت الاهلي ما فيش. بعد كده برشلونه والاهلي. بعد كده بقيت برشلونه. اللي جاي ايه بقى؟ اللي جايه بقى ما فيش. شجع منتخب بتفرج على ماتشات بس كده، فاهم، من اجل الفرجه. ما عادي على فكره. ماتش حلو النهارده. هي الكوره فقدت شغفها كده. الكوره بقت وحشه قوي. ليه بقى؟ عشان اتحولت بيزنس. ما اسمع مني. لا مش البيزنس اللي بوظها، السيستم. جوارديولا اللي بوظها من الاخر. معاك والله معاك. بس اقول لك على حاجه، ما ده جزء، بس هو الموضوع برضو تبص عليه من الاول، يعني هاته اصلا من السورس. لا هو هو بيزنس. ليه بقى؟
اللعيبه نفسها ايوه بقى ما فيش لعيب اللي هو العشوائي. ايوه ما هو ده ولا لعيب خارج من اكاديميه متعلم اساسيات، هنبصي هنا نعمل مثلثات هنعمل. أيوة. هو ده اللي باظ الكوره مش البيزنس. طب ما هو ده بيزنس. لا ده السيستم، ده السيستم. سيستم جوه البيزنس. بيزنس حاجه تانية يا ريس افهمني. اكاديميات، حيث الاكاديميات حيث الانديه. انا فاهمك انا فاهمك بس مش ده اللي باظ الكوره. البيزنس عادي جزء من متعه الكوره عادي. البيزنس جزء من متعه الكوره عادي ايوه. الماتشات اللي بتتباع وحقوق البث والحاجات دي ايوه جزء من الكوره عادي موجود طول عمره. بس بدأ يتحكم في زمان كان جزء من اللعبه يتحكم دلوقتي. ايه اللي بيتحكم؟ ما هو عملوا دوري الابطال ما حدش فاهم حاجه ولا حد بيتابع. بقول لك شختار بيقابل سيسكا عادي شويه تتعود عليه. ما دوري الابطال بالشكل القديم برضو اول ما طلع كان في الناس اللي زيك برضو كده وما كانوش عاجبهم والحاجات دي عادي. انا اللي بتكلم فيه ايوه السيستم ده اللي بوظ بتاع جوارديولا ده اللي هو ايه كل واحد في الملعب ايوه مش هيفكر. انت محطوط في الحته دي عشان لما الكوره تجي لك هنا تلف وتباصي هنا. طب ما ده ياخدنا لسؤال. الراجل ده كان بيدرب ميسي كان بيعمل ايه معاه بقى؟ الوحيد اللي كان بره السيستم الوحيد بصراحة. طب ما اقول لك على هو بيقولها. ايوه معاه حق طبعا. طب ما كده لازم يجي عيل يضرب السيستم صح. يعني اليومين دول برشلونه ده عيل اسمه لامين يامال يعني في سنه كده تحس فيه لمعه. عيل ايه خلاص الواد ده بدا يكبر اصلا. ده 17 سنه خلاص كبر. خلاص كبر ايه راحت عليه بار. لا والله بجد مني خلاص. الواد ده فيه لمحه كده مختلفه شويه سنه يعني مش هقول لك هو ميسي بس هو في حاجه مختلفه. هو خطير. هو مش هيجي ميسي تاني خد بالك لا عشان اريحك بس. لا هيجي بس مش دلوقتي. هيطلع من هنا من الغربيه. الناس برضو قعدت تقول كده ساعه مارادونا بس وجي ميسي مخرج من نفس البلد ماشي عادي صدفه. تفتكر ده قاصدين جينات؟ يعني في حاجه في هناك مؤسسه بتخرج ميسي اصلا تجارب إيطالي. لحد ما خرجوا واحد هو ده عشان ميسي ايطالي. لا هي صدفه. ايطالي ازاي؟ جده ايطالي. جده ايطالي جده من المهاجرين اللي هاجروا من ايطاليا للارجنتين. طب ماشي ما هي اصلا الارجنتين معظمها مهاجرين. لا بس هو ده يعني ده ابوه على طول مش يعني جيل قريب يعني كان حته كده ممكن يلعب لايطاليا. تتخيل كده مش تبقى حلوه. لا ده يبقى خطير. مش لاقي. طب ثانيه بس هو ما خدش كاس العالم الا لما الفرقه بقت جرينتا. هو كان يبقى معاك جرينتا من اول يوم. ما هم بقوا جرينتا عشانه. ايوه ماشي ما هو هم بقى جرينتا من غير حاجه فتخيل بقى. ماشي بس برضه الجرينتا بتاعت ايطاليا دي ما بحبهاش مش زي الجرينتا اللي كانت في كاس العالم بتاع ميسي. يا جدع ده انا بعشق ايطاليا. فين ما بقى لها مرتين ما بتروحش. لا قصدي نوع اللعب ده. ايه اللعب ده الحلو ده في ايه؟ انهض والعب مثل الرجال. وهو شيل اللعيب اللي قدامه وموته. لا ما بحبش اللعب ده خالص. ايوه انهض والعب مثل الرجال. لا ما بحبش اللعب ده خالص. لا ده انا وعبده نتضايق منك قوي. عبده بيعمل تاكلينج على الاسفلت. احنا مرضى كرة قدم. انتوا صعبين قوي بصراحه. عارف جو ابراهيم سعيد واللي هو الدبوس عارف الجو ده؟ ايوه عارف. انا عاشق الجو ده بقى. لا الجو ده دي مش كوره يا كابتن. لا دي مش الكوره. الحرب خدعه. ما هي مش حرب يا كابتن. لا حرب. لا حرب. لا مش حرب يا كابتن. اسمع مني. ده انت عيل رخم قوي. اقول لك ليه. بص اقول لك ليه حرب. اصلا ما جم يعملوا الرياضات دي يا باشا. ده نرجع في البرنامج بتاعك. حيث بدأت القصه. دولة في البرنامج بتاعك مش هنا. والله ما بهزر. الدول كان الاول بيتصارعوا بعد قال لك ليه نتصارعوا مع بعض بتاع تعالوا نتنافس. لكن ستيل جواهم بدليل ايه بقى؟ الجماهير المشاغبه. ما دي جت منين؟ من هذا العبث. اسمع مني والله. التعصب ده حاجه سيئه كده بس انا بطرح لك الفكره يعني ممكن يتناقش فيها. لا انت بتطرح لي وجهه نظرك واللي انت بتعملها واللي انت متبنيها. انا متبني التعصب. ايوه خالص ايه. انا كل ما اجي سيره الاهلي عينك بتقلب. ما هو انت ليه تجيب سيره الاهلي؟ اتفضل. اتفضل يا عم. لا انت يا خالد لازم انت دلوقتي راجل في ناس متابعين ليك. ما ينفعش انت تبقى متعصب يا عم ماشي بس انا مش بشتم الزملكاويه. انا بحبهم والله. طب اقول لك على حاجه. انا بحب نادي الزمالك. قول لي ليه؟ قول لي ليه بقى؟ ليه؟ عشان هو الموتيفيشن بتاع الاهلي. على الرخامه بتاعت العيال. والله الموتيفيشن بتاع الاهلي. يعني لو ما فيش الزمالك مش هيفيد الاهلي. مش اللي وراه هينافس نفسه. والله لا ظهر له بيراميدز سحب البساط من تحت مين؟ تحت الزمالك. برافو عليك. انت كده قاري. انت كده بتتفرج على ابراهيم فايق. لا انتوا كده ايه صعبين قوي. طب انت رايك في الكوره في مصر؟ سيبك بقى من بره. فين الكوره؟
حقك صح، مستنيها. لو قلت حاجه غير كده انا كنت هزعل. فين الكوره؟ انا والله العظيم ما استحملت اتفرج. يعني شوف ماتش السوبر الافريقي الاخير ده انا مش عارف يا اسطى ده ايه. فين حاجة أصلاً. فين اللعب؟ فين الكوره؟ فين الماتش؟ يعني نص الملعب اسمه دونجا. يعني ايه ناصر منسي؟ يعني سيبك من دونجا ونزل يعني. هو اللي خلص الماتش. لا الماتش كان وحش قوي. ايوه ده حقيقي. يعني لا ايه ده؟ مفيش كوره. انا ما شفتش احلى حاجه في الماتش الاستاد والملعب. احلى حاجه في الماتش اللي قبل الماتش. يعني الكوره زمان كانت شفت ايه الرسم اتقال؟ الرسم اتقال طبعا. بس هو دي احلى حاجه في الماتش. الفقره بتاعت الرسم اتقال طبعا. والله يعني عملوا مجهود اكتر منهم زمان يا اسطى. كانت الماتشات احلى. ده حقيقي. في مصر حتى زمان. أيوة في مصر كانت الماتشات احلى. في 2007 والله ما بهزر. ارجع لاقي ماتش في 2007 وهات ماتشات بره تلاقي الكواليتي في مصر احلى. اراهنك حالا. حلوه قوي. يعني في الاهلي والاسماعيلي 4-4 ده. لا 4-3 اهلي وزمالك. لا 4-4 اهلي انا فاهمك. كان حلو. كان كورته حلو. بس التاني كان كاس ففي تنافس. انا عارف. ما انا عارف انت هتقول لي على ده. انا عارف. هتجنن ده. كان ماتش حلو. لسه اهلاوي ها. كنت يعني تقدر تستعيد الذكريات معايا. يا لهوي اسامه حسني طبعا. كابتن احمد صديق. انا اسامه حسني ده كان بالنسبه لي انا فاكره امام الفرقه. احمد صديق ضيع. اسامه حسني ضيع كوره قبليها قبل الجون اللي جابه. ضيع كوره. انا ابويا كان هيتشال. ابوك اهلاوي. انت ليه نشاز كده يا ابني؟ يا ابني ما انا كنت اهلاوي. ايه كنت دي؟ يعني ما اعمل ايه؟ طب اضحك على نفسي. كنت اهلاوي وخلاص يا عم. ما بقتش بتفرج على جواك واسكت. يعني ايه المشكله؟ ما بقتش احب اتفرج يا عم. ما تتفرجش. انا من بعد احداث بورسعيد بدات واحده الدنيا معايا تقل خالص. هو ثانيه بس. هي اصلا هي التيرنينج بوينت بتاعت ان الكوره اصلا بقت خرا. بالظبط. اصلا بقى بالظبط. احداث بورسعيد وبعدها السنه اللي بعديها على طول اعتزال ابو تريكه في افريقيا. يا تصدق حق. كانت خلصت بالنسبه لي. كانت خلصت فعلا. مش روشانه مني ولا حاجه. بس كانت خلاص بقى. والله يعني معاك حق. كوره نوصل للمرحله دي وبعدها بتاعه الزمالك. انت اجيب عبده وهاب مكاني طيب؟ مؤاخذة خلوا بالك انت اخويا. يعني مش عارف. انت بترشني بالميه. خد الكوبايه بتاعتي. انا كده اللي متعصب. خد الكوبايه بتاعتي. انت جمهور. مع ان بره في تعصب برضه. اي طب ما اصلا هو جاي من بره. ايوه بره في تعصب جامد. الارجنتين والبرازيل دول ده ما فيش بقى خالص بقى. يعني عيش يا موت. برشلونه وريال مدريد. انا محضر معلومه. هي مش معظم الناس عارفاها. هقولها لك انا دلوقتي. يا لهوي الفايل. خلي بالك انت هتقول معلومه انا مش هسكت. ايه محضر؟ طب وريني بقى. تشوف اللي تحضيره احلى بقى. بتقول يا عبده؟ ايه ده؟ يا راجل. يلا نلعب يا اسلام. انت نسيت. يلا مش عارف دي نعملها ازاي بعد الرغي المتواصل ده. يلا يا عم نلعب. بص يا عم اسلام. اللعبه بتاعتنا زي ما هي. والخد والهات. وانت الخد وانا الهات. خليها وانتو في الحلقه دي. يعني سميها وانتو. ما خد وهات ينفع في الكوره برضه؟ ده انت رخم قوي. انا عايز اطلع من الخد. يعني خلاص. نفسي اطلع من الخد مش الشحات. خلاص وانتو. ماشي. وما حدش هياخد ارقام. خلاص ماشي. بس المره دي اللي هيخسر التاني هيحكم عليه حكمين. ليه؟ معرفش. تقول لي ليه؟ اقول لك معرفش. ولكن فكره التنافس بدون شيء رتابه وحشه. رتابه. ماشي. وبعدين ده احنا في الكوره طبعا. لازم الجمهور يحس ان في حاجه تحصل في الاخر. طب يلا ابدا يا باشا. يبقى ايه نادي مانشستر سيتي. ماشي يلا. بيب جوارديولا. فودن. جريليش. دوكو. هالاند. سيلفا. برافو. شكرا يا عم. اسمه ايه؟ ادرسو. اكانجي. اكي. ده انت رخم بقى. ده قاعد على الفانتازي. ستونز. ووكر. البريمير ليج. انجلترا. مقاطعة مانشستر. يعني ايه بقى؟ يعني ما ينفعش ان منتجات المانشستراويه. سافينيو. ده في اخر الشيت خالص ده. مين تاني؟ برناردو. ما انت قلت شغلانه. ما لا برناردو غير سيلفا. لا هو ماشي. خسرت ماشي يا عم. انا بخسر اللعبه دي. عبده. الدوري الايطالي. يوفنتوس. بارما. الميلان. انتر ميلان. جماهير يوفنتوس. فيورنتين. روما. لاتسيو. محمد صلاح. ستيفن شعراوي. بواتينج.
بواتينج لعب هناك بنسبه 99%. ماشي. جونو. بالوتيلي ده اللي كنت عايز اقوله. هي البتاع ايه؟ دوري ايطالي. ماشي. ديل بيرو. توتي. ماشي يا عم، سهل. دي روسي. توني. ما قال لك توني طبعا. بوفون. صح. نيستا. مالديني. طبعا برضه. اسمه ايه الولد ده؟ ابن مالديني اسمه ايه؟ دوناروما. ماشي. ستام. ايه ده؟ لياو. ماشي. كافو. ماشي. يا ساتر، زمبروتا. لا ايه؟ طيب استنى طيب وقف. همشك 3 ثواني خلصوا. ايه؟ همشك. جاتوزو. صح. كفارة. ايه؟ كفارة كانافارو. ايه؟ كانافارو. ده انت رخم قوي بقى. ده انت ايطالي يعني. خلاص قلت لك. ده انت ايطالي يعني. ماشي. لا خلاص زهقت. كسبت. اخيرا. كان لسه في واحد. يا كوينتا. الدوري الفرنسي. انت اتعدلت لي ليه؟ عشان انا هكسب دي. هتكسبها طبعا، ما اعرفش اي حاجه عن غير البرج. باريس سان جيرمان. مصطفى محمد. لويس انريكي. بريموفيتش. ليل. محمد عبد المنعم. نيس. نانسي. قعدنا سنه في كليه الطب مش عارفين نانسي من نانت. ميدو. مارسيليا. ده انا بفتح لك. ماشي. عندي ايه تاني؟ برج ايفل. لا بقول لك الدوري الفرنسي ما قالش فرنسا. ما هو محطوط على اللوجو بتاع باريس سان جيرمان. لا فك تحسب والله. لا ما تتحسبش طبعا. خسرت خلاص يا عم، خسرت. ده انتوا عالم. 2-1 خلص يا اهلاوي. منتخب مصر الجيل الذهبي. ايوه بقى. احمد حسن. حسني عبد رب. ابو تريكه. عصام الحضري. سيد معوض. عماد متعب. محمد بركات. محمد زيدان. يا دي النيله. حمص. عمرو زكي. خلصوا عبد الحليم علي. ايه ده بقى؟ ايه بقى ده؟ 2006. هذا هو الجيل الذهبي. يا عم ماشي. ده ضربه الجزاء بس. لا يا عم ماشي. وائل جمعه. محمد عبد الوهاب الله يرحمه. شادي محمد. هاني سعيد. صح كنت هقول. مين تاني؟ قول جilberto. لا محمد شوقي. صح برافو عليك. ميدو تاني. حسن مصطفى. ايه ده؟ ماشي لعب. ادم العبد. لا نحسبها عادي دي. لا طبعا جدع. ادم العبد كان ثنائيه هو وعلي غزال. يا رب يعديك. علي غزال ده على طول قاعد على القهوه اللي انا بقعد فيها في عين شمس. قاعد بيشد شيشه بس. لا والله. بس ما بيطلبش مشاريب. حلو للصدر يعني. هو غدا علاج. عبقري. ده الاستشفاء بتاعه يعني. ده بيجيبها بالنعناع تقريبا. نادي الاهلي. ماشي كده 3-1. ها ماشي يا عم. سهل سيب لك دي عشان انت اهلاوي. مانويل جوزيه. تتش. محمد بركات. ملعب التتش. انا قصدي مختار. صالح سليم. طارق سليم. حسام البدري. محمد يوسف. السير فتحي مبروك. مارتن يول. فايلر. باسيرو. انا بنقنق معاك عم. شادي محمد. كولر. ماشي. احمد صديق. امام عاشور. محمد صديق. طارق السعيد. جيلبرتو. فلافيو. ايفيلينو. ايفونا. كاستيلو.
عمرو سماكه. محمد الشناوي. مصطفى شوبير. رمزي صالح. احمد شوبير. نادر السيد. ثابت البطل. اكرامي. سيد عبد الحفيظ. شريف اكرامي. محمد رمضان. مش ده اللي لسه ماسك مدير الكوره. ماشي. سيد عبد الحفيظ. قلت وقع خلاص. يلا ماشي. انا قلت لك اسيب لك دي. اخر واحده دي. ماشي. نادي الزمالك. ماشي. شيكابالا. ممدوح عباس. احمد السيد زيزو. مرتضى منصور. احمد مرتضى منصور. التاني اسمه ايه؟ ماشي خلاص مش لازم. عبد الحليم علي. امير مرتضى منصور. مصطفى حسن. نعم. مصطفى حسن. مين حسن مصطفى. ترتيب المفروض يقع يا كابتن. لا طبعا. نرجع للفار. لا متلعثم. ماشي. مجنون. ايمن حفني. طبعا. اللي اسمه ايه ده؟ المحمدي. حسين المحمدي. هتعدله برضو. حسين المحمدي. حسين ياسر المحمدي. وانا لازم اقول اسم ابوه؟ هو معروف كده. وانا لما اقول احمد عبد المنعم مش تعرف انه احمد؟ لا مش تعرف. ماشي. هنعديها بقى خلاص. ماشي. ميدو. رضا عبعال. معتز اينو. صح. دونجا. يلا. عبد المنصف. عبد الواحد. صح. ها مين؟ عباد الله كتير فكر. هاني سعيد. طارق السيد. طارق السعيد. راح في الاثنين. برافو عليك. جمال حمزه. صح كده بقى. هي فوق معايا الدنيا كده. ايوه. جمال حمزه. لا انجزنا عايزين نروح. استنى يا عم. احمد جعفر. جمال عبد الحميد. ماشي. فاروق جعفر. اسمه ايه الواد ابنه؟ اسمه ايه؟ سيف فاروق جعفر. انت بتغش قدامي؟ انا مش هناخدها طبعا يا كابتن. سيف فاروق جعفر. لا مش الكلام ده يا عم. يخسر يا عبدو بعد اذنك. ما تعملش زي مدحت. ما فيهاش. ده اخر انذار. ايه ده؟ كده 3 انذار. حبيبي ده كده مش هيلعب ماتشين. خلاص اخر واحد. حسين لبيب. قول لطفي لبيب. بس يا عم. هشام ماجد. ياه. يعني ايه؟ الزمالكاوي. عصام الحضري. ما قلناش دي. تخيل. نادر السيد. اللي اتقال في الاهلي. وقع. اتقال في الاهلي ما اتقالش هنا. عداله خلاص ماشي سهل. الونش. الونش ده التاني كان اسمه ايه؟ محمود فتح الله. عبد الله السعيد. ناصر ماهر. ما تخلصنا بقى. محمد حمدي. غلط. اسمه احمد حمدي. التاني نفق. شكرا خلود. انت خسرت. تطلب مني طلبين. اطلب منك طلبين. خسرت انت. انا في نص الحلقه كده هروح مديك حاجه تقولها. ما لازم تعملها. لازم اقولها. لازم تعملها وتقولها. يا عم سهل. انا كده لا اخشى المجتمع. عادي. لا تخشى المجتمع اصلا. لا اخشى المجتمع. ماشي. ايه بقى؟ كنت عايز اقول لك معلومه. انت كنت هتقول لي معلومه صح. طب قول لي معلومه. بتاعت كولومبيا. ايه بتاعت كولومبيا؟ لما كانوا انا عارفها بس مش عايز احكيها مبهوقه فهروح اجيبها من الموبايل. فاهم حاجه؟ ماشي. عشان ايه ما بتبقى مبهوقه. لحظه واحده. مش حاجه. ما عندكش بقى السنس ده. مفيش حاجه. انت ما بتعطل. انت ما بتعطل. انا بقعد اعمل ايه هنا؟ اقعد اعمل انا املى. ماشي. لكن انت مفيش حاجه مبهوقه غير التيشيرت اللي انت لابسه ده فينتج. انت بتنسى. مشكلتك انك بتنسى. خلص بقى. جاي اهو يا عم. جاي. بملى. ايوه ملالي. يلا. لقيتها. ماشي. كان في ماتش بين كولومبيا وامريكا في 94. حلو. لما سكوبار جاب جون في نفسه. انت عارف القصه طبعا عارفها.
جاب جون في نفسه. عارف ايه بقى اللي حصل له بعد كده لما روح بلده؟ ايه اللي حصل؟ هو جاب جون في نفسه فخرجهم من كاس العالم. كان كاس عالم صح؟ كان كاس عالم. مروح المافيا الكولومبيه صفوه. سادنس. تعصب وحش قوي. تعصب وحش بصراحه. ليه؟ للاسف انا كنت فتره كنت متعصب. فتره؟ انت لحد دلوقتي متعصب؟ كنت متعصب بجد ممكن تضرب حد. خلاص بقى بقيت كويس. بقيت تعمل ايه؟ بقيت ما اضربش، ممكن اشتم بس يعني خلاص. خطوه حلوه برضه. تطور يعني والله يعني. تطور. واحد بيشتم ناديه اشتمه بس مش اضربه. صعب بص القصه دي تو غصب عنك. بص يا عم قول لي يا عم. في فرنسا. ايوه ماشي. كان في ماتش بين نادي اسمه سوشو ونادي مارسيليا. سوشو في لاعب اسمه ميشيل روجيجير. ماشي. ضيع ضربة جزاء. حلو. كانت الدقيقة 80. ماشي. المهم الجماهير طبعا قاعد تصفر عليه ومش عارف ايه. بعد الماتش الجماهير هجمت عليه. وايه اللي حصل؟ ضربوه. حلو. دخل المستشفى. يا ساتر. بعدها بفترة كده توفاه الله. جمهور سوشو متأثرا من ده سوشو ولا باريس ثانية بس؟ لا سوشو. ماشي كده ربنا كرمهم. متأثرا من الإصابات اللي حصلت. طب ايه اللي وصل بني ادم لكده؟ انا ما اعرفش. انا بهزر عامه. عمري ما وصلت لمرحله ان انا عايز اضرب لعيب. لا تضرب لعيب. بس بصراحه جمهور الاهلي عملها وانا رافضها جدا جدا عملها مع جدا. مين؟ بس في لعيبه اصلا راحوا التمرينه. ايوه. مسكوا عمرو جمال ضربوه. حسام غالي جه يتكلم راحوا ضاربينه. هتهزر. قاعد يقول لك دول مش جماهير الاهلي. لا جمهور الاهلي للاسف هو جمهور الاهلي. قاعد يقول لك لا ده مش هم. لا اللي جم دول شويه مأجورين. فاكر انت الفتره اللي كان فيها كله بيقول لك الحاجات دي. اي حد أيوة. بيعمل مشكله اكيد متأجر طبعا. ايوه انا مش فاهم القصه دي. ان انت عايز تضرب لعيب ليه؟ لا انت ليه متأثر لهذه الدرجه؟ ايوه يعني خلاص ما الكوره مكسب كوره. ايوه وارد تحصل غلطات في اي حاجه في الدنيا مش شرط في الكوره بس. لو طبقت على كل حاجه واحد يغلط في شغله ويروحوا ماسكينه واكلينه علقه. ايوه تسكاه غلط علقه تموت. ايوه لو طبقت على كل حاجه بجد هنتسوح. ايوه والله تخيل نزل حلقه مثلا ما تعجبش الجمهور. ما تشوفني في المترو. ايه الحلقه دي؟ ميتين امك. ايه الحلقه دي؟ كده تخسر مجدي. بالراحه على مجدي شويه. هما بيعملوا كده اصلا لحد دلوقتي. والله بجد ليه الناس بتتاثر بالحاجه كده تتوحد معايا؟ انا بحس هم لايفلس بالظبط. وبعدين هو بيبقى عنده ايه نوع من الكبت. فما فيش غير الكره اللي بيتنفس بالزبط. فيها. برافو عليك. فاهم؟ ايوه. فانت كمان بقى انا اصلا مكتئب وطالع ضيع ضربة جزاء. ضيعني الماتش ولا ضيع لي بطوله. بس في ناس واخداها من مبدأ تاني وباخد فلوس. باخد فلوس عشان يمتعني. بص انا عندي النقطه دي. انت لعيب كبير بتاخد فلوس وتتحمل الضغط. لا ما ده مش ضغط. انا فاهم. لا تتضربش. تتضرب ليه؟ تتشتم وتستحمل. ايوه خلاص ده شغله. ايوه ليه اتضرب في شغلي؟ لا ما تضربش عشان ما عملتش حاجه. لا ما تضربش. اصلا انا متخيلها تشتم وانت ساكت عادي. ماشي دي عادي. بس انا دايما بتخيل بجد والله. انا داخل شغل الصبح في تاسك عملتها امبارح مش مظبوط. ما ادخل قلمين على وشي ضرب ويحدفوا عليها كاس بول وبتاع وهتافات بره بقى. خالد يا شوقي. خالد يا هات القبض معاك. المدير واقف بقى والاوفيس بوي كله يحدفوا عليك حاجات. لا ده واخد اكبر من حجمه في الشركه. احنا اللي عملناه ده. خالد ده احنا اللي عملناه. شوف له شركه تانية جالك اوفر تاني. الحياه تبقى صعبه والله. خالد النهارده مش مركز ليه. جاي له اوفر من شركه تانية بس تلاقي لسه بيفكر اهو. اشتغل على التاسكيه كويس. ايوه لا لازم فلوس مجنناه. بس فعلا احنا محتاجين معلق في الدنيا. في حياتنا في الدنيا عموما لازم في معلق. ودي بيعدي الشارع اهو. الحاجه دي في الكوره يا اسطى دي اختراع. والله يعدي الشارع اهو. هل تريلا هتشيله ولا هيعدي؟ ايوه والله ربنا يستر. ايوه وعدى كتير وعاليه. والنبي هي بالكوا بقى الملعب الدائري ده صعب جدا. بقول لكم اهو. هي حاجه جامده قوي والله. اللي اخترع فكره المعلق ده جامده قوي يا اسطى بصراحه. اصل الكوره يا اسطى تتفرج على الماتش انا يا اسطى رحت اتفرجت على الاستاد. في الاستاد رحت اتفرجت على ماتش واحد. ما عشان هي ليها روح تانية بقى. انك تشجع اصلا بقى. انت ما تتفرجش طبعا ما تروحش استاد تتفرج. انا لما رحت اتفرجت ما كنتش قاعد بقى مع الثالثه شمال. كنت قاعد في الثانيه يمين ولا مش عارف حاجه كده. ماشي. لا ما اتبسطتش خالص. عايز اتفرج على الماتش ومش عارف
ما انت قعدت غلط جدا. شجع يا كابتن يا عم قوم يا عم شجع. لا انا بشجع. ايوه بيعملوا كده ولا انا عارف اتفرج ومع ايه ده. فمبسوط ليه بقى المعلق. المعلق بيفرق. انت تلاقي معاك المعلق. هتلاقي ناس في الاستاد يا اسطى مشغل الراديو عشان عايز يسمع المعلق. الماتش قدام عينيه وعايز يسمع برضه ايه اللي حصل. باين ولا شايف لا في عيال بقى عايزه تعرف بدري جون يا جماعه جون احنا في الاستاد. يا ابني احنا هنا يا ابني مش العكس. كنت بشوف عبث بصراحه. انتوا عارفين يا جدعان اول معلق علق على ماتش كوره في التاريخ كان في 1927 1927 مش فاكره كان فين بلد ايه اللي حصل ولا معلومه واقفه هنا. كان في انجلترا اسمه مارتن كين. وعلق على ماتش على كان بيعلق على ماتشات يعني مش مثبته في الاتمام. ايوه ايوه مفيش مسابقه. بالنسبه للمعلقين دي شفت التعليق الاجنبي والتعليق العربي. ليه ايه الفرق ده ليه؟ انا العربي احلى. العربي في روح سو هم برضو تحسهم مهنيين. جول خلاص جول. أيوة. جول خلاص بقى يلا نلعب بقى. جون الشوالي اشعار بقى يفتح بقى مجلد يقرا بقى مجلد. معقوله يدخل فيكوا جون. للدرجه دي اللعب صعب. قصه فيلم هندي. في اللي بيبدا بقى محضر عارفوا زي اللي بيحضروا قبل ما يبدا ظهر الليث وقع على طلع الصبح ايوه ايمن الكاشف اذا رايت انياب الليث لا تظن ان الليث يبتسم. لكن الليث ده ما كلش كويس النهارده كده يعني. ايوه مين اكتر معلم مصري بتحبه؟ مدحت شلبي طبعا. لا بحب محمود بكر الله يرحمه طبعا. يا الله. بس لا ما كنت بتوه معاه يا اسطى. مدرسه جميله. كنت بقعد اركز معاه وبعدين ببقى مشغول قوي بقى باهالي اسكندريه بيقعد بقى. ايوه القطر يا جدعان هو نازل على فكره الراجل عنده وجهه نظر ان يا جماعه دي رياضه احنا عندنا مشاكل حقيقيه. ايوه الترام في مشكله. الترام في مشكله في شويه رمله وزلط الناس مش عارفه تعدي. اقسم بالله كان عبقري. ايوه في لقطه يعني ضحكه يا اسطى. لا وهدف وعمل الواو الموزه عليه مصطلحات خطيره. هو سالوه فين البرجاوي ده؟ البرجاوي ده كان معاه بياخد البرجاوي عشان يعطل زي مجدي يعطل يرمي على عبده. فين يا اسطى البرجاوي ده؟ ما بقاش موجود خالص. كان في قناه الاهلي. هم سالوه قالوا انت الهزار وبتاع قال لهم انا بفك الناس عشان ما يتشدوش من الماتش. فاهم حاجه؟ ماشي. عنده مدرسه طبعا مدرسه حلوه جدا. في ناس بتضغط بجد. بتضغط قال يعني هو بيتفرج على الماتش تسمع الناس اللي يقول لك ده واحد جاله سكته قلبيه بعد الماتش ولا حاجه. هو بقى قاعد للناس دي ايه ده مفيش حاجه. واللي طلع يشرب سيجاره احب اقول له الاهلي جاب التعادل. تعالى ماتش رياضي بنقدم رياضه. طلع يشرب سيجاره يجي. بس بعشقه اقسم بالله كان خطير. في جون بتاع الاهلي صفاقسي 2006 هو علق عليه يا راجل بس مدفون. التعليق علق على الجون ده. علق شايف الجون ده لازم اسمعه ده. شوف حماده امام عمل ايه. هنبقى متجنن قول والقدم وكل الحاجات دي. وفي كان في حد وفي واحد تاني تقريبا خليجي بتاع محمود بكر. الجون ده ايه اللي حصل؟ شوقتني خلص. هو ما ضحكش بس اللي هو هدف بجد يا كابتن محمود كده هدف. والله هدف. طب بقول لك وعملها وبتاع لما تروح في معلق. لا في معلق اسمه عبد السلام الحمامسي. عارفه جون صح شو ده. الله عليكم. لا ده بحس ده لابس هو بيعلق بس ويقول لك وادي اهو بقى ايه ده عايز يشرب شاي ده مش عايز يلعب ده عايز يشرب شاي. هو جت فتره اللي هي المذيعين بتوع مودرن سبورت ناس غريبه كانت بتعلق. لا في طارق الادور ده بس ده مذيع بيعلق بيقعد يقول يا اسطى احصائيات من زمان. يقول لك في اولمبياد برلين 82 كان عنده برنامج اسمه مش ده مش هو الكره الافريقيه. ده برنامج لحد النهارده على نايل سبورت دخلها القائم على برنامج الكره الافريقيه. يقول لك ايه في لعيب في اسمها ايه في اسك ابيجان خد بالك باريس سان جيرمان متكلم عليه شابكينه واخدينه ويجيب لك بقى حاجات في الضيقات قوي. بعد حبه فعلا تلاقي العيال دي طلعوا ايوه بحب البرنامج ده. في ناس بعتت لنا حاجه ولا احنا تفتكر مش عارف حد بعت حاجه مش نفتح البريد بس يعني قول لي يا صاحبي. واحد داخل بيقسم بالله من الاول اقسم بالله
تشيلسي في ماتش برشلونه بتاع غداره ليها ضربتين جزاء وعهر وجونين ملغيين حصل وتحكيم بتوع برشلونه عاملين مش شايفين لحد النهارده ما حدش. ده جاي لك انت، ده جاي لي انا تحديدا. طب ما ترد بقى على الناس دي. بص يا كابتن، الحكم كان وحش في الماتش عموما. برشلونه وتشيلسي، واتفرج على الماتش تاني، تعال نتفرج عليه تاني اهو بعد 10 احنا كام سنه عدى علينا الماتش ده؟ كان 2000 وكام؟ 2006. عدى كتير قوي يا اسلام. ده داخل في كان وحش. عمل ايه مع برشلونه؟ طرد ابيدال مش طرد ولا ايه؟ عبده تشيلساوي اغرب حاجه في الدنيا. طرد ابيدال في الماتش ده. ما هو في ضربتين جزاء لدروجبا ما اتحسبوش. جماعه قلنا مايك تالت بقى عشان انا زهقت من القصه دي بقى. ليه مايك تالت بقى هنا الراجل ده عنده حاجه عايز يقولها. هنجرب في مره والله يا عبده يبقى معانا ضيف. لا عبده الماتش ده الحكم كان وحش عشان الحكم وحش، مش عشان هو مستقصد حد. انما هو عشان ما عشان هو وحش. عشان وحش ازاي؟ ما هو كسب برشلونه. مش كسب برشلونه، ما هو الجون جبنا جون. تشجع نادي اليهود؟ يا ريته نادي اليهود، كان ساعتها نادي المافيا الروسي، ابراموفيتش مافيا روسي. مافيا روسي كمان. ده انتوا رايحين هنا رأسمالية وشوية كل حاجه فخامه بصراحه، كل قرف. اهم حاجه فلوس. نادي تشيلسي ده بقى لحظه بقى، ايه اللي حصل؟ انا ما بفهمش النادي ده ايه. بص، هو يدخل مثلا يقعد 10 سنين عمال يجمع في فرقه، مش فرقه، بيجمع في حاجات غريبه. اي لعيب ربنا خلقه بيعرف يلعب كوره بيجيبوه. وعامل دريد اي لعيب عامل ده كده زي انبي بيجيبوا العيال عامله يعني هي نفس المدرسه. بس يلم اللعيبه كلها ويروح جايب بطوله واحده دوري بقى اللي قبله في السكه، ويروح بص مسرحهم كلهم ويلا نبدا من الاول. ايه المدرسه دي بقى؟ ده يعني اكبر سكواد في الدوري دلوقتي. عنده ولا 30 ل 40 لعيب. ايه كل دول؟ وكلهم جامدين، كلهم حلوين، ومش هيلعبوا. هتلعبهم ازاي؟ هم في الاخر تطلع 11 وهتلاعب 7 على الدكه. الباقي يروح فين طيب؟ انا فتحت الشيت بتاع السكور شيت بتاعهم، واقسم بالله في مراكز فيها 3 4 لعيبه، ومراكز نفس المركز. لا ومراكز يعني مثلا مهاجم افهم فيه 3 4 لعيبه عادي، وينج مش في حاجات ماشي، باك ليفت في عنده 4 وبعد وكلهم حلوين. عنده تشيلول ومش عارف مين كوكوريلا. ايه ده؟ هيلعبوا امتى؟ ده انتوا نادي غريب. مفيش مين احلى نادي دلوقتي في العالم وجهة نظرك غير مانشستر سيتي؟ بعد مانشستر سيتي مين احلى؟ عشان نخلص بقى. ممكن ارسنال. وانت عبده؟ مدريد بس دي بالارقام يا اسطى ايه ده؟ تقعد تتفرج انت هنا. مدريد طبعا. الملكي. بس انا شايف بيراميدز احلى يعني. الملكي يعني بيراميدز يعني ايه الملكي؟ يعني ايه الملكي؟ نادي وبتاع وعنده وبتاع والله قصه. بتفرج عليهم بالله عليك؟ فرقه لذيذه، بيلعبوا اوحش كوره في الدنيا، بس فرقه حلوه في ايه؟ فرقه حلوه، بياخدوا البطوله يا اسلام. هي دي مشكله يا ابني بعد 30 سنه. انا بفهمش. هي المشكله ان انا بفهمش. لا مش وحطيت نقطه. لا انت كده بتفهمش، بس انا بتكلم في حاجه تانية. ايه بقى؟ انت ما بتفهمش الناس بتشجع عشان بطولات ولا بتشجع عشان الفرقه دي بتلعب حلو. هقول لك على حاجه. قول لي. هي عامله زي اللي هو ايه، الحشيش حرام، يقول لك اذا كنا بنشربه اذا كان حلال ادينا بنشربه، واذا كان حرام ادينا بنحرقه. هي نفس القصه. لا. اذا كنا بنكسب يبقى بطولات، اذا كنا بنلعب حلو ما بناخدش بطولات يبقى احنا بتوع اللعب الحلو. فاهم حاجه؟ ماشي. هو الجمهور دايما هيدافع عن فرقته. دي مرضيه. ايوه خلاص احنا بقى بنتكلم فير. انت دلوقتي الاصل في التشجيع ايه؟ انت دلوقتي بقى بتتفرج على الكوره ليه؟ ماشي لحظه واحده. ما هو الاصل في التشجيع انا ممكن اقعد اتفرج وفرقتي بتلعب حلو بس خسرنا، ما هقوم متنكد هاخد الهجمه دي اعمل بيها ايه؟ انا هروح دلوقتي افتح الموبايل كده واشوف بقى ام كلثوم، عارف الحاجات الغريبه دي على ايه بقى؟ على ترقيصه. ما انا عايز جون يا عم. يا عم ماشي أيوة. هل منطقي ان انت عايز تاخد كل البطولات؟ هل ده منطقي؟ لو نقدر يا ريت. بص الاهلاويه مفيش فايده فيهم. ما يا ريت والله العظيم ما في فايده فيهم. هو ايه المشكله يا عم؟ انا دلوقتي انت تاخد بطوله وانت تلعب وحش، ايوه، ولا تاخد بطوله وانت تلعب حلو؟ اخد الاثنين. انا السيزون ده اوف واحده انا السيزون ده اوف فرقتي وحشه، ما عرفناش الصفقات داس القطر علينا، وما عرفناش نجيب صفقات. حلو. راح المدرب قال لهم يلا يا رجاله هناخد بطوله. ماشي. وراح محمس العيال وسقف كده كتير قوي في الاوضه. انا ما عنديش مشكله في دي وخدوها. انا ما عنديش مشكله في ده. امال ايه بقى؟ انا عندي مشكله مثلا ان انت دلوقتي انت فرقتك بتلعب وحش قوي، حلو، وخدت بطوله، تعترف ان هو ما بيلعبوا وحش يعني؟ ايوه تعترف. هتفرق معاك فيه؟ هتفرق معايا يا عم. طب يا عم عشان احنا طب يا سيدي ريال مدريد بيلعبوا وحش قوي، بس هم احسن فرقه في العالم دلوقتي بالارقام. في ايه احسن فرقه؟ بالارقام. يا نهار ازرق، بالارقام يا ريس. كرة ارقام.
مش فاهم انا، ما كل مره بيجي لهم اجمد فرقه في الشامبيونز ليج ويروحوا رقعينهم ياخدوا البطوله ويروحوا مدريد مين خد عادي الشامبيونز جدا. ليج السنه اللي فاتت؟ ريال مدريد. هم خدوه صح؟ مفيش فايده. يا ابني فرقه كلحه جدا جدا أوي. ايه ده؟ بحب كده بصراحه. اديله واحده بقى. بص بقى، انا واحد بقى بعت لي حاجه تانية هنشوفها دلوقتي جايه من كنترول. دي معلومات ايه يا عبده مراها فين؟ طيب انا من عين شمس، ده تبعنا ده، بتمرن مع كابتن اسمه كابتن راوي، عارفه؟ وبقى لي اكتر من 5 سنين بيقنعني انه هيلعبني في الاهلي وما بشوفش حاجه اعمل ايه. مشكله بقى دي. طيب انت عندك حاجه هتقولها؟ طبعا. بص انا يعني مش هدخل في ديتيلز. ماشي. شفت فيلم حلم العمر؟ ماشي. شفت الراجل اللي بيطلع في اديني عقلك كان عامل دور ايه؟ انهي واحد؟ خدهم قال لهم هتمرن رجاله وبوكس وطلعوا ايه؟ هيتمرن عليهم، وطلع هو شغال في النادي غرف ملابس وبتاع مش عارف ايه. انا خلصت القصه. ده كابتن راوي. انت عارفه اصلا؟ مش كابتن. ده كابتن راوي. طب يعني هو شغال؟ لا يعني هو عادي بيبقى مثلا قشطه الدنيا جميله، فهو مثلا يقف مع مدرب يقول له يا كابتن هجيب لك كام لعيب كده مش عارف ايه، فيجيب اللعيبه والعيال هم ماشي قشطه خلاص هنظبط. فيروح بقى العيال هناك طايره مانيول جوزيه. انا قلت المانيول جوزيه ان انت النجم الجاي، محتاج تشتغل على نفسك وتركز مع كابتن راوي عشان يقدمك لمانويل جوزيه. صح. بس وياخده يروحوا النادي ولا حاجه كده، ويعني ممكن يعمل ماتش ودي ولا حاجه في البري سيزون بتاع الفرقه اللي هي اصلا فرقه صغيره، فاهم حاجه؟ يقول لهم اهو لعبتكم مع الاهلي والدنيا جميله، هم بقى يختاروا بنفسهم. يعني قصه كده. لا اللعب باحلام العيال الصغيره في الكوره ده بالذات صعب قوي. ده ديرتي بيزنس بس. لان كابتن راوي غلبان، انا بهزر يعني. كابتن راوي بجد غلبان، عشان لو ابنه بيتفرج، ابنه كان بيلعب معاه كوره ساعات. ما نخسرش البني ادمين يعني. بس انا شكلي هخصم مع الواد ابن كابتن مختار برضو. كابتن مختار ده كان بيمرني. كان بيسجل اللعيبه ازاي؟ بيسجلهم ازاي في اتحاد الكوره. في اتحاد الكوره مش في الكشف. ايه بنتيجه تديله النتيجه بتاع السنه مثلا. يسجلك بس تسجل خلاص في اتحاد الكوره، ابنك مقيد رسميا في اتحاد الكوره، لاعب كره قدم. اديله اجنده بقى. يا لهوي فرود الفرقه ده فرود الفرقه ده. اول واحد في السكور شيت اهو. بس لا والله كابتن مختار اتعلمت منه حاجات كتير. لازم نليس لازم كابتن اشرف. لا اشرف مليحه ده مفيش زيه ده. اشرف مليحه حكيت لك عنه. صح في السيزون 1. حكيت بس انا مش فاكر قلت ايه. طب عندك حاجه اقولها وانا هقول لك انت قلتها ولا لا؟ مش فاكر. لما تيجي بقى في قصتك ماشي احكي لي انت بقى حاجه حد بعتها لك. اشرف مليحه اتفضل. انا مدرب كوره في احد الكره الزراعيه في مصر. طلع من تحت دي لعيبه كبار لعبوا في المرج اتفضل. لعبوا في المرج ومركز شباب طوخ. حلو. ما خرجوش من القليوبيه. نفسي اخد فتره. العيال ما خرجتش من القليوبيه. العيال ما راحتش القاهره حتى. ما عندوش مؤسسه يعني. انا نفسي اخد فتره معايشه في اي مركز شباب في القاهره بحيث اطور من نفسي. ساعدوني النبي يا جماعه زي ما انت قلت. هو مشكلته كنت تتحل وراح عبود يعني. يعني لو خد اي حاجه المنفع عبود خلاص الموضوع انتهى. القصه دي بجد فيها ديرتي بيزنس مش طبيعي. العيال الصغيره زمان كان عادي بتروح نادي تعمل اختبارات وستيل دي كانت سبوبه، بس السبوبه كبرت بقى بشكل مرعب دلوقتي. مثلا ونادي كبير مثلا نادي مقاولين، نادي ام بيبيع اسم الفرقه. يعني مثلا فرقه 2009 يروح بايع الاسم بتاعه لاسلام معاه شويه فلوس، معاه يا عم $1,000,000 فيروح هو داخل شاري الاسم ويروح بقى في اتحاد الكوره. هو خلاص معاه نادي ام ده وهيشارك في دوري. تعالى عايز ابنك يلعب ماشي 50,000 جنيه، عايز ابنك يلعب 50,000 جنيه، عايز ابنك يلعب 50,000 جنيه. جمع خمسينات لمينا المليون، عدينا الملايين، يلا بقى يلعبوا. يشيلوا 10 ويشيلوا 15 ويشيلوا صباح الفل ولا اي حاجه. شفت يا عم البيزنس رايح فين؟ تقول لي السيستم البيزنس والسيستم الاثنين والبيزنس. بص بقى يا عم اسلام، تفتكر ايه اسرع هدف في التاريخ؟ اسرع هدف في التاريخ؟ ايه اسرع هدف في التاريخ؟ اسرع هدف في التاريخ كرة القدم تم تسجيله بواسطة اللاعب، تخيل مين؟ جاريث بيل. يا راجل تخيل. في توتنهام ولا كان؟ هقول لك اهو، خلال مباراة بين فريقه توتنهام وويست هام في 2014 في الثانية 2 و8. في الثانية 2 و8. جاريث بيل ده كان لعيب. عملها ازاي؟ تقريبا شاط من بره او حاجة. او شاطها قبل ما الماتش يبدأ.
وهو نازل كده من الخط العالميه. كارس بيل ده كان لعيب غريب قوي. كان هو كان حلو بس مش عارف ماله اتهبل باين. بيلعب جولف دلوقتي. ما انا عارف بيلعب جولف بشكل رسمي كمان. انت بتعمل ايه؟ بشوف لك معلومه. انت عارف مين اول موديل اعلانات؟ مش بيكا. لا ماشي بس هو يعني احسن واحد عملها كده بس اول واحد كان بيليه. كان في بتاع بيكهام في الوقت بتاع بيكهام ده كان هو بيكهام كان هو الطفره في كده هو يعني السير اليكس كان بيقول لك انا مش فاهم ده إيه يعني ايه. ايوه لما جاله هو بالنسبه له كان السير اليكس كان بيتعامل اللي هو الجو الفرقه بقى اللي هو فاهم. وفين بيكهام بيصور بره اعلان في كامبينا مش عارف فين. بيكهام عنده برين ستورمينج دلوقتي. يا اسطى رهيب بيكهام ده خطير. شفت فيلم الوثائقي بتاعه؟ شفته طبعا. يا نهار ابيض يا جماعه انصحكم تشوفوا الفيلم ده. وشفتوش على نتفليكس؟ لازم ايه ده ازاي ده ايه ده؟ لو شوف دلوقتي هو برضو مكمل وعامل نادي وجاب طيب ميسي. هديك واحده بقى تعجبك. انت تحب الحاجات دي. ماشي. في الوثائقي ده الناس اسمه ايه رئيس ريال مدريد؟ بنسى اسمه معلش. فلورنتينو بيريز. وانا كنت عايز اقوله ماشي مهم. بريز قال بعضمه لسانه ان جزء من الايدنتي بتاعت ريال مدريد تكوينها بيكهام. مش كده هو مش قصده. لا والله قصده كده. هو كان اللي هو عملها. سيبك من ماليش دعوه هو ايوه قال لك اللي انا عملته الجالاكتيكوس اللي انا عملته أيوة. ده كان ناقصه بيكهام. كان ناقصه بروفايل بيكهام. اسمع كان ناقصه النجم ده يا باشا. لا مش في الكوره. ايوه مش قصده كوره يا باشا. هو عمل ناقصه حاجه واجهه. هو عمل الجلاكتيكوس وجاب ده عشان يعرف الناس ان في جلاكتيكوس. بيقول لك أيوة. لما كان بيروح عملوا التور كانت دي اغرب تور في الدنيا. كل العالم طلبهم يعملوا التور مش عشان لعيبه عشان بيكهام. ايوه خطير قوي. هو بدأها خطير. بفيجو لما خدوا من برشلونه. خطير. شفت بقى انت الوثائقي بتاع فيجو على نتفليكس؟ لا لسه. لا لازم تشوفه. انصحك يا خالد تروح تشوف وثائقي فيجو. كان كاتب عليه يا اسطى ايوه شرط جزائي على فيجو. ما فيجو بريز. فيجو مش هو اللي مضى. ماشي. الوكيل بتاعه هو اللي مضى. ماشي. الوكيل بتاعه مضى. ايوه. وفي شرط جزائي مش عارف $30,000 او 30 مليون حاجه كده. رقم يا معفن. ساعتها ده كان رقم 30,000 يورو. ده كان رقم ساعتها. لا اكيد اكتر. مهم. ماشي. فيجو مش عايز يروح ريال مدريد. حلو. مش عايز خلاص. الوكيل بتاعه اتصرف من ورا ظهره. مش قصه كبيره. حلو. في الاخر خالص كان في انتخابات في برشلونه. ايوه دي بقى اتقالت في ريال مدريد. فلما كسب رئيس برشلونه لما كسب فيجو اتصل بيه بالليل قال له انا دلوقتي بيريز كاتب عليا شيك بكذا فبعد اذنك اديهم لي عشان مش عايز العب هناك. بيريز واقف تحت البيت اهو. عشان مش عايز العب هناك. قال له مفيش الكلام ده. انت غلطت وانت اتصرف انت والوكيل بتاعك. قال له خلاص اتصرف. نروح يا عم. راح لعب. اتفرج على اول ماتش لفيجو مع الريال في الكامب نو. ايه بكى ايه يا اسطى؟ الناس ما عرفش يلعب. الناس رمت عليه خنزير يا اسطى. راس خنزير كده بيرموه عليه. يجي يلعب الكورنر اللي على التحدي في حاجات. ده اللي بنتكلم فيه. تعصب وحش. كلت تروح شركه جديده. تروح شركه جديده تلاقي المدير جاي وراك يا خالد يا جاسم. لا استنى هقول لك انا. تقول لي انت حاجه؟ اقول لك معلومه ولا نحكي حاجه حد قالها؟ تعال نحكي. طيب في حد بيقول لي انا كنت بلعب في ديربي. ايه ده؟ كنت بلعب في ديربي كاونتي الاشبال. يا ولد. بسبب ان ابويا نقل شغله في انجلترا وصلت لمرحله ان كنت هتصعد لفريق الشباب. وقبل ما يستدعوني بفتره بسيطه جدا ابويا قرر انه يرجع مصر. وما كانش قدامي حل غير اني ارجع معاه وبطلت كوره. ده تقريبا قصه سام مرسي حاجه شبه كده برضه. بس وقعت. بس سام مرسي قعد يعني. ده سام مرسي لما رجع. احلى قصه في القصص دي بقى زيدان. ايه بقى؟ يا دي ملحميه قوي. لا والله جدا. مش عارف. هما كانوا قاعدين في بورسعيد. ما انا عارف. وابوه برضو كان بين الدنمارك وبسبب شغله بتاع ايه. كان شغال في البلا. ما اعرفش يا اسلام. ايوه كان بيودي جواكت للدنمارك. ايوه وجايز والله عادي. معلش يعني. نسيت بس هي اتقالت انا بس مش فاكر. راح بقى وهو هنا كان الواد مش طبيعي. ما راح هناك بقى كان خايف ومش عارف يعمل بتاع. قعد يلعب بقى. خدها بقى من الحته اللي قعدوا فيها. لعب نزل لعب هناك في ملاعب في الشارع. نزل لعب مع العيال في الشارع دي. فالناس اللي هو ايه ده خطير ده. فراح حد مكلم حد في المركز يعني كانه مركز الشباب بتاع الحته دي. فراحوا بعد كده بدا يتدرج بقى ولعب وراح هنا وماينز الافلام اللي عملها دي. كان هو يعني كان اكتر لعيب ليه كليبات كده صغير زي رونالدينيو كده. كليبات كانت رهيبه. وكان ليه كليب على اغنيه عدت على البيت اللي مش عارف الكليب ده. لا ما اعرفش الكليب ده. مدحت الكليب ده ما عداش عليا يعني. مدحت شلبي عمله له. لا
ايام ما كان مخاطب مي عز الدين ولا مدحت شلبي عبقري اي مودرن سبورت. كان في فتره قالوا حسن شحاته ما بيضحكش، راح عامل اغنيه، راح جايب له صور وهو بيضحك على اغنيتي اضحك يا ابو علي يا خفيف. مدحت شلبي اكتر واحد بجد كان واخد الموضوع في حته. ويجيب مثلا اغنيه لعمرو دياب عن الفراق لما لعيب يسيب الاهلي ويروح الزمالك. عبقري عبقري. كان معاه كونتنت كريتور حلو فشيخ اقسم بالله. يعني مثلا لو هو كان لسه بصحته في حر رمضان ده اللي راجع بتقول لي اللي ما اسال نفسك يا رمضانه. انا بلعب فانتسي وعملت تريبل كابتن كوفازيتش في السيتي. جوارديولا طلعه في الدقيقه 30. الماتش اللي بعده كوفازيتش جاب جونين وعمل اسيست. الفانتسي جنني في الحاجات دي، هتجنني. انا اخر جوله ساكا جاب جونين واسيست. انا الجوله اللي قبلها خدت اللي هي دي اوعى انا عارف اللي انا كابتن ساكا. عارفها دي اللي هو مين ساكا كابتنته. وسبت هالاند نزل ديب نتج جونين باين او حاجه. انا قاعد يا رب يا رب يا رب نجينا يا الله. لقيت ساكا عمل ايه؟ جاب له اسيست او جون حاجه. قلت خير الحمد لله ما باظتش. قلت انا لا يمكن اعمل كده تاني خلاص. الجوله اللي بعدها رحت عامل ايه بقى؟ لا رحت راكن هالاند او في جوله بينهم كده ايه. قلت لا مش هعمل القصه دي تاني. وكابتن هالاند ومش هفكر في حاجه بقى. في اليوم هو بلانك هالاند بلانك والتاني جونين واسيست. مع اني شايفه الولد. المشكله في اللعبه دي يا اسطى بتعلمك ان انت ما تندمش. انت لو ندمت هتفضل تندم على حاجات كتير قوي. انت بتاخد قرارات كتير قوي كلها غلط. والله كلها غلط. كل القرارات. وبعدين بقى بتبقى قاعد واحد دكه وتلاقيه منور ب10 نقط وانت بتلاقي واحد مكانه جايب لك مثلا نقطه، جايب لك كده واقف. ايه ده يا اسطى؟ ايه الواحد اللي انت عامله؟ انت عامل واحد، انت مش جايب واحد. ايه ده؟ ايه النقطه دي؟ اقول لك برضو كنت عايز اقول حاجه منك خلاص ضحكت بقى خلاص راحت مش فاكر. سكت على الفانتازي برضو. انت دايما برضو عندك قصه كده. انت ايه هي زي قراراتك في الدنيا. انا ببقى قاعد أيوة. انا عادي تشكيلتي جميله وماشيه وانا بجد ماشي حلو. لا 12 ل5 غير كل الفرق. يا ريت لا انا قاعد بالليل الساعه 12 مش لاقي حاجه اعملها. ده عادي لسه ماتشات الصبح بس الجمعه اللي هو صحيح. طب ما انت هتنام هتطول ممكن تصحى يفوت لك ماتشين ولا حاجه وتبدا بتاع. طب نخش نشوف التشكيله تلاقي بقى يلا 2 بالسالب. يلا اللي عديك ده ينزل شيل الكابتنه دي بقى او تخرج وتنسى ان الكابتنه محطوطه على فاهم اكانجي قاعد واكانجي فاهم هنعمل كده. تصحى الصبح بص بقى تفتح الاخبار الاول عشان انت عايل اور فتلاقي تشكيلتك اللي انت فاكرها تشكيلتك. ايه ده ده انا زمان قال لي تدخل بقى تعالى حبيبي ما انت بالليل وانت سكران يا معلم. بهدلت الدنيا. لا لعبه قذره صعبه قوي بس بحبها. ما للاسف لعبه توكسيك فشخ جدا. انت يا اسطى الحل اللي انا عرفته بقى ده اللي انا يعني خبره بقى اللعبه دي كلها. انت لما تحس ان انت عايز تبيع لعيب سيبه ما تبيعوش. اسمع من اخوك. ماشي انا مره يا اسطى مش هنساها والله العظيم. كان داروين نونيز السنه اللي فاتت او اللي قبليها حلو كان لسه جاي كان يا اسطى الجون يبقى فاضي يحطها في العرض. ايوه اول ما جه الجون فاضي يحطها في العرض. انت قعدت تكابر بقى. مش كبرتش هقول لك. انا جيت في واحده خلاص هبيعه. كان هيلعب مانشستر يونايتد. قلت بص انا كان عندي تغييره تانية واحد مصاب. قلت بص انا هسيبه على الله. جاب هاتريك كسبوا 6-1. تخيل لو كنت شلته. لو كنت شلته بقى كنت زماني دلوقتي مش موجود. انا كنت تفتح اللعبه بقى. يا نهار ازرق على اللعبه دي. بس اللعبه دي جزء من المنتج اللي هم بيقدموه. ايوه طبعا على فكره يعني احنا ما دخلناش ديب قوي في الكوره في مصر. الكوره في مصر دي بنت. ايوه يعني هم عاملين المنظومه دي من ضمنها. انا محضر سؤال نفسي اساله لك. تفتكر يا اسلام حال الكوره في مصر ينصلح ازاي؟ قول لي قرار. انت رئيس اتحاد الكوره. انت دلوقتي خدت رئاسه اتحاد الكوره. اول 3 قرارات. نهتم بالناشئين. حلو. لازم يبقى عندي قاعده ناشئين كويسه. ماشي. تاني حاجه نرجع كروش. تاني حاجه ترجع كروش عشان انت بتحبه. ماشي. لا يا جدع كروش وحش انا عارف ان هو دلوقتي بعد عمر مرموش. لا ولا بعد ولا حاجه. هو وقتها والله العظيم راجل عبقري. ماشي كمل ده انت رئيس اتحاد الناشئين اهم حاجه يا اسطى. زي جمال علام برضو. الناشئين اهم حاجه. إيه؟ واهم حاجه بقى عندي جدول الدوري الممتاز. عشان ده مضايقني من السيزون اللي فات. يبدا 15/9 يخلص 15/5. صلي على النبي. ماليش بقى اللي يحصل. صلي على النبي. اللي يحصل جوه يحصل. اقول لك على حاجه. هم دلوقتي في مناقشات عشان يحلوا. وصل القرار. ايه القرار؟ انا
عجبت لك يا زمن على هذا القرار. ايه القرار بقى يا معلم؟ قال لك هنعمل دوري مجموعتين عشان نقلل الماتشات. ماشي يا لا دوري المجموعتين، اسمعني بقى الهبل. ماشي يا سيدي ماشي. هنخلي اللي هيهبطوا الدوري اللي هنلعبه ده، اللي هيهبطوا 2 بس. ونصعد ايه 5. لا ونصعد 3 زي ما هم. ماشي. فالدوري زاد فرقه. فبقى الدوري فردي. ونلعب الموسم الجاي، وربنا ما بهزر وده القرار، ونلعب الموسم الجاي ننزل 5 مرة واحدة. طب ليه؟ طب ما ننزلهم من دلوقتي ونطلع 3. يعني ايه؟ يعني ايه الاستفاية اللي كانت في الاجتماع؟ يا عم ميدو قال لهم انا عارف الشركة اللي بتحط الجدول. بقول لك ما حدش يمشي ورا ميدو والله العظيم. لا يا اسطى مش والله العظيم اشتغلنا. لا يا اسطى اشتغلنا. مسك المقصه وغرقهم ومسك الزمالك. يا عم مش بنتكلم. انا بحب ميدو بس ما بحبوش كمدرب. مش بنتكلم كمدرب، مش بنتكلم كمدرب، وبنتكلم ان هو يعرف الشركه اللي بتحط جدول الدوري الاسباني. حلو بالكمبيوتر وبالاي اي وبكل حاجه. بالكمبيوتر. بص اي حاجه في الدنيا اول ما نقول كمبيوتر اعرف ان احنا هنفشل. اعرف ان احنا هنفشل. خلاص كله بقى كمبيوتر دلوقتي. يعني فاهم؟ حتى تلاقي مطعم شغال والدنيا والاشياء ما يقول لك انا خلاص الكاشير كله كمبيوتر، يقفل اسبوعين يقفل. والله لا احنا بنستخدمه غلط. سيستم، انا اعمل سيستم. قال لك يا عم هيبقى بالكمبيوتر والاي اي. خلاص تديله يا عم انت المواعيد وتديله الفرق. خلاص بتديله انت كده تايم تيبل وبتديله الفرق. ماشي بس هو بيقسم تك 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 في نص ساعه يبقى عندك جدول يا اسطى كامل. اقسم بالله الاي اي هيهنج في الدوري المصري. قالوا لا مؤاخذه بس اصل ايه بيراميدز مقموص. ايه ما فيهاش بقى صح الاهلي. ايوه عشان الاهلي النانوس بقى ما تقولها لي بقى. ما تقول لي النانوس بقى. اصل النانوس عنده ماتش في افريقيا يوم الاربعاء، فبالله عليك ما نلعبوش السبت عشان يلحق يريح عشان مسافر. اللي احنا فيه ده بامانه ايه ده؟ طب انا ذنبي ايه؟ انا ذنبي اني راجل جامد جدا. يا سيد يا عبد الحفيظ، يا سيد يا عبد الحفيظ بالراحه عليا. انا مش كده، انا مش عفيفي قاعد معاك يا عم. يا عم بالراحه عليا يا عم. انا راجل جامد. خليك جامد زيي. انا هحكم عليك حكم فعلا والله العظيم. ايه بقى؟ انا لازم احكم عليك حكم. قول بس قول لي حكم. انا قول لي حكم. انت محضر؟ قول لي حكم في الاهلي كده ينرفزه. ترضى لاخوك عادي. انت كلب كونتنت. كلب محتوى. احكم عليك. خلصني يابا. انا قدامك دقيقه وتحكم وعايزين نقفل الحلقه اللي بقى لها 7 سنين دي. استنى بس. احكم عليك ان انت تقعد هالاند دكه الجوله الجايه. لا والنبي والنبي. طلع الفانتسي بتاعك الجوله الجايه. تقعد هالاند على الدكه والكابتن الحارس بتاعك. يا ابني انا ليه حكمين دول هم دول. قعد هالاند دكه وهتاكد معاك يا عم اهو. انا كده بحب هالاند دكه. يا اسطى حرام عليك يا اسطى. عندك مين الحارس المرمى بتاعك؟ مين؟ أليسون بيكر مصاب يخرب بيتك. كابتنه زي ما هو. ماشي هتروح على ساكا. ما تشيل الفي حطها على الحارس الاحتياطي. يا عم انت عايز مني ايه؟ لا ده كده 3. لا حلك. انا هزر. انزل مين ده؟ انا عندي وينكس ده. انا جايبه نقنق بيه. وينكس ما كتبش الجول عشان مش بيلعب. ماشي كابتن وريني التشكيله بتاعتك يا عم. كابتن ساكا انت مالك؟ لا انت انا هقول لك انا الحكم. او ما عملتش الجون يعني. ماشي خلاص. طب انا هنزل بس وينكس. وينكس ايه بس؟ وينكس. وريني التشكيله كده. ماشي. حاسك هتسيبها على وينكس. دي تشكيله خالد اهي. هالاند على الدكه. ماشي باينه في الكاميرا معاك. يا رب العيب يتصاب. مش باينه خالص يا رب يعني. حمدي يعرف يظبطها. خلاص يا عم. خلاص هديها له وابعتها له سكرين شوت. كابتن مين؟ اخلص يا عم اسلام. اخلص يا جوارديولا العرب. احنا حلو قوي نسيبها على وينكس زي ما هي يا ابني. والله عارف انه يعمل كده. احنا هنسيب الكابتن على وينكس. بس حرام عليك ده بيجيب وهتاخد سكرين شوت وتنزلها على بيجيب نقطتين بالعافيه. نزلها على جروب الفيسبوك بتاعنا وانت مكابتن وينكس يا وينكس. انبسطت معاك يا خلود وقلت لك انت ما تخسرش معايا عشان انا بجز في اللعب والاحكام. عشان بجز. انا اجيب لك مجدي بقى بشتايمه بقى بكل الحاجات دي. هو مجدي نفسه عادي هجز عليه برضه. بقى اجيب لك مجدي بقى بجمهوره. هات لي مجدي بكومنتات. سيبوا مجدي في حاله. كابتن هالاند. كابتن احمد حسن يا ولد. طيب وبكده تكون خلصت حلقتنا من بودكاست ومين سمعك. لو عجبتك الحلقه طبعا قول يا استاذ تعمل لنا لايك وشير وسبسكرايب وكومنت حلو كده وتخش على الاكونتات بتاعتنا على الانستجرام اللي تحت في الديسكربشن وجروب الفيسبوك. عملنا جروب فيسبوك في البتاع برضو يعني. بص بصه كده على الديسكربشن بالظبط. نزل دلوقتي كده بالظبط.
في حاجه تاني؟ لو عجبتك الحلقه عن الكوره قول لنا نعمل تاني ولا لا؟ قول لنا نعمل تاني عن الكوره. انا اصل عندي تيشيرتات تانية عايز ولو عندك معلومات غريبه عن الكوره لو عندك معلومات غريبه عن الكوره انت عارفها ممكن تقولها لنا برضو، ممكن نقولها في الحلقه التانية بتاعت الكوره. بالظبط كده. في حاجه بتتقال تاني حاسس في حاجه. الاهلي اعظم نادي في الكون. شكرا. الاهلي وكفى. اسمعك.